في الفيديو ده هتكلم عن حاجات تساعد شعرنا ان احنا نهتم بيه ونخليه صحي اكتر وشكله لامع. مش معنى كده اني هحول شعري من كيرلي مثلا لمفرود، لا، ولكن هخليه حتى لو هو كيرلي او مفروض يكون شكله صحي اكتر، لامع. وفي الجزء التاني من الفيديو هتكلم عن ماسكات طبيعية للشعر هتساعد جدا، بالذات الناس اللي شعرها متقصف سواء من صبغات او من بروتين والحاجات دي. كل ده طبعا عن تجربة شخصية. اول حاجة تسريح الشعر مرتين يوميا، ويفضل وهو مندي يعني مش مبلول ولا ناشف. الخطوة دي بتفرق جدا في تنشيط الدورة الدموية للشعر، وهتلاحظوا الفرق في أيام بسيطة. تاني حاجة شرب المية مش أقل من لترين مية في اليوم. حقيقي لو استمرتوا على حاجة زي كده هتلاحظوا الفرق مش بس في شعركم، لأ كمان في البشرة. تالت حاجة وهي قص أطراف الشعر بانتظام مرة كل 3 شهور. وإذا شعري مقصف تماما يعني سواء من صبغة أو أي حاجة، فكده هقص شعري مرة كل شهرين. الخطوة دي هتخلي شعري ما يبقاش أصلا فيه تقصفات بشكل كبير، لأني مش هستنى ان التقصفات دي حتى لو موجودة فأنا هبقى بقصها أول بأول، مش هستنى ان هي تبقى في بقية شعري. رابع حاجة وهي توزيع الشامبو على فروة الراس كويس. يعني وانا بغسل شعري ابتدي ان انا اوزع الشامبو على الفروة نفسها، بركز معاها هي بس مش مع اطراف شعري. وكده كده وانا بغسله الشامبو بينزل على شعري عادي خالص. اهم حاجة بهتم بالفروة في الغسيل بالشامبو. خامس حاجة وهو البلسم، وده العكس، بستخدمه على الأطراف، بركز من نص الشعر كده لآخره، ما بيجيش خالص ناحية فروة الراس. سادس حاجة وهي مهمة جدا تدليك فروة الراس، بحيث اني انشط الدورة الدموية في الشعر. ودي اصلا نفس الخطوة اللي بنعملها واحنا بنغسل شعرنا بالشامبو، ان احنا بنعمل مساج برضو بنفس الشكل ده. سابع حاجة وهي هتفرق جدا في صحة الشعر وانه يبقى طري وقد ايه لامع، وهي الماسكات. كل ماسك بيناسب نوع شعر معين، فده هتكلم عنه في الفيديو الجاي. انواع ماسكات وبتختاري منها الماسك المناسب ليكي. تامن حاجة وهي حاجة لو بعدنا عنها هتفرق جدا في صحة شعرنا، وهي اصلا حاجة بتدمر شعرنا، وهي الصبغة. بس طبعا لو كده كده بنعمل صبغة لشعرنا او عاملين صبغة لشعرنا، ففي ماسكات معينة انا استمريت عليها حقيقي شعري كان متدمر وفرقت جدا جدا معاه. ودي زي ما قلت ان انا هتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله. بس كده اكتبولي تحت في الكومنتات برضو لو في حاجة عملتوها وفرقت جدا في صحة شعركم. وما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك تحت في القناة او سبسكرايب علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية، ولايك للفيديو لو عجبكم.